بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صوت رخيم صدح بالقرآن في جنبات المسجد الأقصى طوال عقود، أحد أشهر القراء في العالم الإسلامي، مقرئ المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وأستاذ اللغة العربية في جامعة الخليل ومدارس القدس، الشيخ محمد رشاد الشريف، ولد في مدينة الخليل بفلسطين عام 25 وألف. ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بدأ الشيخ محمد رشاد الشريف بتعلم ترتيل القرآن منذ طفولته، متأثرا بصوت إمام القراء في القرن العشرين الشيخ محمد رفعت. تتلمذ الشيخ محمد رشاد الشريف على يد الشيخ حسين أبو سنينة في مسقط رأسه الخليل، وأتقن قبل بلوغه 18 عاما قراءة القرآن بروايتي حفص وورش. استدعي الشيخ الشريف لقراءة القرآن في إذاعة القدس من طرف مفتي الخليل الشيخ عبد الله تهبوب في العام 41 و900 وألف، ثم استمع إليه شيخ القراء محمد رفعت الذي قال عنه هذا محمد رفعت الثاني من فلسطين. عين إماما في المسجد الأقصى عام 66 900 وألف، وتفرد من بين جميع قراء المسجد بتسجيل القرآن الكريم كاملا عام 84 900 وألف. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لقد أفنى الشيخ حياته في تحفيظ كتاب الله عز وجل للناشئة، جزاه الله عن الأمة الإسلامية خير الجزاء. وإذا الموءودة قتلت. كما برع الشيخ في نظم الشعر، وله زهاء 100 قصيدة، منها قصيدة المعلم المشهورة التي يقول فيها: أيام علمنا رمز الوفا سلمت يمين على الوفا يا خير
صدقوا لا فضلوك فمنه الضر منتثر ولا حرمت فمنك الخير منتفق. كما كان الشيخ رحمه الله يتقن الخط العربي، فهو يتقن خط الرقعة والثلث والفارسي. انتقل الشيخ محمد رشاد الشريف إلى الأردن عام 2002 وعمل إماما في مسجد الملك عبدالله في عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ محمد رشاد الشريف توفاه الله إلى رحمته عام 2016 عن عمر ناهز 91 عاما، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعله في جنات الفردوس مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.